هنشوف الموضوع من A to Z. النهاردة معانا فاوندر لبراند لوكال. الموضوع كله ابتدى في شهر 9 23. هل في ستاندرز معينة لللوكال براندز عشان تبقى معاكوا ولا عادي يكونها لوكال تمام انتوا معانا؟ البرودكت كواليتي هي أهم حاجة بالنسبة لنا when it comes to selling البرودكت. شارك تانك محطة كبيرة جدا في حياتكم. هي كانت experience صراحة، كانت حلوة قوي وكانت موترة جدا. ان احنا نقف قدام 5 من البيجست انفسترز في مصر، دي مش سهلة أبدا. دي أول ابيسود من بودكاست بزنس في حكاية، البودكاست اللي هنتكلم فيها مع أكتر من فاوندر لسمول بزنس وستارت ابس عشان تعرفوا حكايتهم وتشوفوا ايه الغلطات اللي وقعوا فيها فانتم متغلطوش فيها. هنشوف الموضوع من A to Z. النهاردة معانا فاوندر لبراند لوكال. أهلا بيك يا مايكل. مالو، ازيك؟ هلو، ايه الأخبار؟ الحمد لله، كله تمام؟ كله جميل. براند لوكال الفترة الأخيرة كان محقق نجاح تحفة بالذات مع جين زي، بس هم مش كلهم كتير عارفين إن انتوا بدأتوا أصلا أونلاين ودلوقتي بقيتوا فيزيكال وأون جراوند. ممكن تقول لنا بقى ايه قصة الموضوع ده؟ الموضوع كله ابتدى في شهر 9 23. ابتدينا لوكال ك اي كوميرس بلاتفورم. قبليها كان بقالنا سنتين بنحاول ان احنا نحضر للويب سايت نفسه، من ناحية تك ومن ناحية ديفلوبمنت. الفكرة جت منين؟ جت من ان احنا فجأة لقينا اكتر من 8000 لوكال براند في السوق، واحنا شخصيا عايزين وحابين ان احنا نجربهم، بس مش كلهم لسه عندنا الثقة الكافية ان احنا نعرف ايه هو ايه احسن براند فيهم يعني. فحبينا ان احنا ناخد بقى التجربه بتاعتنا البيرسونال ونحطها في اي كوميرس، بان احنا نشوف ايه اكتر براندز احنا جربناها وحسينا لذيذه، فنبتدي نريتش اوت ليهم ونحطهم كلهم على بلاتفورم واحد. واحد من اكبر التشالنجز كان وقتها هو ان انا دلوقتي لو عايز اجيب من البراند دي والبراند دي والبراند دي، في كل واحد فيهم بيشيب مع شركه مختلفه، فانا هدفع بتاع 50 جنيه مع كل اوردر على كل واحد مختلف. مبدئيا كوست اعلى، ثانيا كل واحد هيكلمك في وقت بقى وانت في الشغل، وهتلاقي ان ده بيكلمك انا جيت يا استاذ وده انا جيت، فاللي هو لا، طب ما تيجوا نعمل one unified platform فيها كل الشباب دي، one shipping company ب same day delivery لكل البرودكتس اللي موجوده. فكان inspired شويه by ال fulfilled by Amazon model، ان كل البرودكتس وكل الفندرز المختلفين اللي انت شاريه منهم الحاجه يوصلوا لك كلهم في نفس اليوم. فدي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا كنا عايزين نجرب ونفهم السوق طبيعته ماشيه ازاي، نجمع داتا عن ايه اكتر برودكتس بتبيع، الماركت فيه بوتنشال قد ايه. لقينا ان في ديماند على اللوكال براندز عامه. بعد كده ظهرت المقاطعه بعديها تقريبا بشهر، فابتدى الديماند على لوكال براندز يبتدي يزيد اكتر. بعد كده اكتشفنا ان في مشكله في سبلاي تشين ان جنرال. فكل الحاجات دي بتساعدنا ان احنا نفهم اكتر لو احنا حابين ان احنا نكسباند ونتيك لوكال فورورد كاون جراوند. بزنس موديل بقى هيبقى شكله عامل ازاي عشان يتاكل المشاكل دي ويبقى موديل ناجح لينا وللباقي. خلينا عامة على سيرة البيزنس موديل وكده، انتوا اكيد شقلبتوا الدنيا كلها لما كنتوا الاول اونلاين وبعد كده قررتوا ان انتوا تنزلوا اون جراوند. المشاكل او الحوارات عامة اللي حصلت معاكم عشان تظبطوا البيزنس موديل ده، لان ناس كتيرة لما بتكون اونلاين وعايز تنزل اون جراوند فجأة بتلاج انا مش عارفة اعمل ايه، انا كان البيزنس موديل بتاعي بشكل معين وفجأة بقى بشكل تاني، فانتوا اتحطيتوا في الزون دي. مش قوي، لسبب ان البيزنس موديل ما اختلفش كتير. يعني وقت الويب سايت كنا شغالين بكوميشن 15% على الاوردرز اللي بتجيلنا. فالموديل دلوقتي بقى ايه؟ لسه 15% commission on sale، ولكن بإضافة إلى fixed cost per month. الفيكست كوست ده it's translated ك subscription fee for example. دي بياخد قصادها أي vendor السيرفيسز بتاعة الاوبريشنز، الهاندلنج، اللوجيستكس، كل حاجة أكنه فاتح محل بالظبط، ولكن احنا اللي بنديره. فكل واحد بياخد partition مختلف عندنا في المحل، بيدفع قصاده a monthly subscription fee و 15% commission on sale. عشان الموديل بتاع الويب سايت الاوفر هيدز عليه ما كانتش كتير زي ما تبقى بنوبريت محل مساحته اكتر من 600 متر في سيتي سنتر الماظة. فهي اتس كولكتيف افورت من الاخر. احنا لوحدنا ما كناش هنقدر ان احنا نفتح محل بالكوست ده او بالموديل ده، ولكن هي الاجان مبنيه على كولكتيفيزم. لو كل البراندز دي، لو 100 براند حطوا ايديهم في ايدين بعض، يقدروا ان هم يفتحوا محل في سيتي سنتر الماظة.
لو ما حطوا ايديهم في ايدين بعض يقدروا ان هم يكسباندوا ويطلعوا بره. فاجان it's a collective effort. عشان كده local is not just a concept store. هي بالنسبه لنا it's a movement to create chances for our generation، ان احنا نقدر ان احنا نطلع البوتنشال بتاعنا ده ويبتدي يبان فوق other international brands و other competitors في السوق يعني. طب خلّينا نقول بما إنه يعني local بالنسبة لكم أنا عارفة إن هو كده كان حلم، بس الفكرة كلّها إنه أكيد مش أي brand هتوافقوا إن هي تدخل معاكم، فعايزين نعرف هل في standards معيّنة للlocal brands عشان تبقى معاكم والّا عادي كونها local تمام أنتم معانا؟ لأ 100% لازم يبقى في qualifications معيّنة. يعني زي الproduct quality نفسها. الproduct quality هي أهم حاجة بالنسبة لنا when it comes to selling الproduct، لإن في الأول وفي الآخر ده لو اتعرض عندي في المحل وهو الquality بتاعته مش كويسة، ممكن يأذي صورة البراندات اللي حواليه كلّها. دلوقتي ما فيش لسه يعني مبدئيًا لو we tackled it بكذا طريقة. um, given ال recent circumstances أو economic circumstances ما بقاش في ال purchase power اللي تسمح للناس إنها تجرب زي الأول، وكلنا منهم يعني. فدلوقتي لو أنا هجيب حد اشتريت منه product أو شفت ال product quality بتاعته مش حلوة في نفس المكان مش هختار إن أنا أجرب حد تاني. فلازم أ make sure إن كل الناس اللي عندي في المحل ليهم minimum quality requirements، ان الفابريك نفسه يبقى نظيف، ان البرنت نفسها ما تبقاش بتتشال او بتقع من على الهودي او من على ايا كان الفابريك. however definitely في ناس هتبقى alongside the same vision وفي ناس لأ. we accept that لان هو ده الواقع. في ناس هتبقى بتبنفت من this collab او partnership وفي ناس لأ. فبالتالي لازم دايما يبقى في flexibility في الحتة دي، لان احنا لسه بنتعلم وهم كمان لسه بيتعلموا، ومش شرط ان التارجت اودينس اللي انا بوصله يبقى the same as the target audience اللي هو بيوصله. فلازم يبقى في دايما mutual benefit في الاخر، لان that's the purpose of local في الاول وفي الاخر. طب في already زي case study فعلًا حصلت معاكم وكانت الresult بتاعتها إن أنتم مثلًا ما اشتغلتوش مع بعض خالص؟ لا يعني هو عمر ما الباب اللي هو بيتقفل من اوله. بنجرب definitely في الاول، ممكن نجرب شهر 2 أو 3، بس الحمد لله so far ال turnover rate بتاعنا احنا كل شهر we maintain او بنمانج ان احنا نريتين 92% من البراندز اللي عندنا في المحل. فلما يبقى عندي turnover rate of brands 8%، ده بالنسبة لنا is very healthy عشان يساعدنا ان احنا نجرب ندخل different kind of products different categories ونexperiment معاهم ونشوف if they're gonna work best ولا لا. خلينا نرجع لورا بقى شوية، انتوا اصلا بدايتكم خالص انا عارفه ان كل حد فيكم كان في كليه معينه في سوفت وير وفي ميكانيكس، فكل واحد كان في كاتيجوري معينه او في فيلد معين. فجاه رحنا لحته الفاشن وعملنا فاشن هاب. طب الموضوع جه ازاي؟ وفي نفس الوقت انتوا بترجحوا او بتحبوا فكره ان انا اكون مثلا في مجال معين او في فيلد معينه وبعدين فجاه اعمل شيفت كارير، ولا هو الموضوع جه معاكم ازاي؟ هقولها لك from a personal perspective. مفيش أي limit عامة لأي حاجة أنت عايز تحققها. يعني مش عشان دخلت ماسكوم فأنا مستحيل إن أنا أشتغل في مجال الهندسة. انتوا قبل ما تبداوا اصلا البراند انتوا كنتوا اوريدي اتخرجتوا فلحقتوا ان انتوا تبداوا في كاريركم، ولا انتوا من اول ما اتخرجتوا قررتوا ان انتوا لا انا مش هكمل في الكارير دوت وعملتوا على طول شيفت كارير؟ لا كل واحد فينا اشتغل أول ما اتخرج. أشرف already كان construction AUC، ومحمد أشرف ومينا كان I think mechatronics AUC، وفادي كان computer science AUC، وانا كنت international business و strategic management في ال GUC. اللي فيكم اوريدي كان بيشتغل في حاجه وبعد كده جات لكم الفكره فبداتوها، لما بداتوا الفكره سيبتوا بقى اللي انتوا اوريدي كنتوا بتشتغلوا فيه ولا لسه مكملين ومهندلين الاثنين باراليل لبعض؟ حاليا لا، حاليا كل واحد فينا is fully devoted و dedicated للوكال، بس وقتها عشان نقدر ان احنا نصرف على البيزنس فكان لازم ان احنا نعمل الاتنين. فاحنا كنا عبارة عن 4، احنا الأربعة شايلين الشركة كلها. فمن when it comes to orders احنا اللي بنبروسس الاوردرز من على شوبيفاي، وطبعا كان في جبنا ناس تساعدنا along the way، بس يعني لما جبنا ناس كانوا 2 في الأول وفي الآخر، وهم دول اللي ابتدوا معانا المشوار، كان اسمهم ماجدة وكريم. و... وماجدة actually لسه معانا لحد دلوقتي. هي اللي كانت بتساعدنا هي وكريم في ان احنا نبروسس الاوردرز، وانا اللي كنت بهندل كاستمر سيرفيس والماركتنج، ومينا كان بيهندل بزنس ديفلوبمنت.
فادي طبعا من ناحيه التك ان هو يبقى مينتين الويب سايت، وان هو اصلا نطلع الويب سايت بان كل حاجه تبقى اوتوميتد. عملنا انتجريشن سيستم كان عبقري منه الصراحه، ان هو قدر ان هو يلينك الويب سايت بتاعنا بالويب سايت بتاع البراندز، فدايما في ستوكس اب تو ديت. فاي حاجه بتحصل عندي على الويب سايت بترفلكت عند البراند، اول ما بيجي لي الاوردر بيجي للبراند على طول. فيقدر ان هو يبتدي يجهزه، واقدر ان انا ابعت مندوب يروح ياخده منه ويوصله عندي في الفولفيلمنت سنتر بتاعي، وبعد كده ابتدي اشحنه لبوسطه، وبوسطه او ايا كانت الشيبنج كومباني وقتها تبقى تشحن. نقدر نقول مثلا ان انتوا بدأتوا بحوالي 4 أو 5 أفراد، دلوقتي وصلتوا كام؟ دلوقتي بنتكلم في افريج 50 حد. حاطين expectation في خلال مثلا من هنا لآخر السنة يكونوا زادوا؟ ان شاء الله يزيدوا. هو بس يعني we see how it goes يعني، مش بالذات when it comes to حاجة زي كده. already في a lot of big projects جاية along the way، و definitely if we need the expertise و a helping hand هنبقى ask for it يعني. throughout ال3 شهور اللي فاتوا دول already كنا recruit و hire، لأن محتاجين شباب عندها vision وعايزة إنها تبقى بتبني حاجة، فالشباب دي مهم. عايزين بس نتكلم أكتر عن فكرة الأيديا نفسها. يعني انتوا الموضوع بدأ معاكوا اللي هو لوهلة الأيديا جت كده، ولا الموضوع كان بادئ ان مثلا ساعة المقاطعة شوية ده ساعد ان انتوا الفكرة تطلع في دماغكوا أكتر، لأن أصلا في الفترة دي اللوكال براندز كلها طلعت فجأة وخدت البومينج، فمن هنا جت الفكرة أكتر، ولا كانت بادئة من قبليها؟ لا، هي كانت بادية من قبليها يعني. زي ما بقول لك الويب سايت لانشت في شهر 9 2023، المقاطعة ابتدت في 10 لما اللي حصل يعني في فلسطين والحرب اللي قامت. ده ساعتها أدى إلى إن كل الناس عايزة تاخد اتجاه معين، إن إحنا لازم نقف جنب الشعب الفلسطيني ونبتدي إن إحنا نقاطع كل المنتجات الأجنبية. ده طبعا ساعد، بس اوريدي لوكال كانت ابتدت في كبناء للويب سايت قبليها بسنتين او بسنة ونص. خلينا بقى ندخل على محطة تانية خالص، وبجد أنا متأكدة إن هي كان ليها دور كبير قوي في إن هي تقويكوا كأنتوا نفسكوا وكبرضو البراند نفسها. شارك تانك محطة كبيرة جدا في حياتكم. خلينا نتكلم كده في البداية عن البريباريشن ليها، جهزتوا نفسكوا ليها ازاي، وليه أصلا قررتوا إن انتوا من البداية كده إن انتوا طب أنا هغامر وهروح شارك تانك؟ هي كانت اكسبيرينس صراحة، كانت حلوة قوي وكانت موترة جدا. ان احنا نقف قدام 5 من البيجست انفسترز في مصر، دي مش سهلة ابدا. الفكرة جت منين؟ احنا كنا بنفكر يعني قد ايه احنا في الاول وفي الاخر كلنا سننا ما يتخطاش ال 26 وال 27 سنة، عايزين نشوف لوكال في مكان معين وعايزين نحقق الرؤية بتاعتنا ليها. فكنا دايما بنفكر ان احنا طب ليه ما يبقاش معانا حد يقدر ان هو بخبرته يساعدنا ان احنا نحقق الرؤية دي. وده من اكبر الاسباب اللي خلانا نطلع على شارك تانك، لان يعني لما طلعنا احنا اوريدي في 3 شهور قدرنا ان احنا نحقق رقم كويس جدا when it comes to sales. ف when it came towards the investment احنا again كنا بندور على حد الاكسبيرينس بتاعته تقدر تساعدنا نبني شركة actual company يعني. لان احنا انا عمري في حياتي ما كنت اسست شركة. اشرف ممكن، بس ولا مينا ولا فادي برضه يعني. فكنا محتاجين حد معانا يقدر ان هو يوجهنا بالمعنى الاصح. وكنا بنحضر لها كل يوم يعني. بعد ما قدمنا على شارك تانك، هو حرفيا انا ومينا كل يوم كنا بنقعد نذاكر ازاي ممكن نعمل بيتش. وهو اصلا التيم بتاع شارك تانك اكستريملي هيلپفل، كانوا دايما بيبعتوا لنا اسئله وحاجات نجاوب عليها، ونبعت لهم فيديوز وهم يساعدونا ازاي نطلع احلى بيتش ممكنه. فهو يعني كانت اكسبيرينس حلوه من اولها لحد اخرها الصراحه. هي أخدت معاكم مثلا قد إيه فترة عشان تجهزوا بس إن انتوا تطلعوا في الابيسود ده؟ قعدنا شهر تقريبا، كل يوم او كل يومين بنتقابل بنتمرن على البيتش. بنسأل بعض أسئلة، بنجيب ناس صحابنا بنقعدهم كأنهم شاركس ونخليهم إن هم يبتدوا يسألونا عشان نبتدي اللي هو نطلع كل اللوب هولز اللي عندنا. طبعا بنلاقي أسئلة وجودية فبس برضه بنحاول نطلع لها أسئلة. ومهما حاولنا إن احنا نرتب أو نبريبير لحاجة زي كده، عارفين إن هي عمرها ما هتبقى 100%. مش هتبقى 100% أكيد. كده كده. طيب كلمني بقى عن اللقطة اللي كل الناس اتكلمت عليها لما أحمد طارق فجأة أنا بسحب الأوفر. كان إحساسكوا إيه ساعتها؟ الموضوع كان صعب جدا، انتوا كنتوا حاسين بإيه؟ بمشاعر كتيرة الصراحة يعني. أولهم إن احنا اتخضينا قوي من الرياكشن، لأن كنا ذاكرنا قوي حلقات شارك تانك، اللي هو شفنا إن في ناس بتعمل اوبن اوفرز عادي،
والدنيا بتمشي يعني، فما كناش فاهمين قوي هو ايه اللي بيحصل وبيحصل ليه. بس طبعا هو لما شرح كان عنده وجهة نظر، ووجهة النظر دي محترمها برضو جدا الصراحة، لان هي صح. ان لازم ابرايترايز اللوب هولز اللي عندي، اللي انا محتاج الشارك فيها ان هو يجي يملاها. فبالنسبه لنا احنا عندنا لوب هولز كتيره قوي priorities وايز، حتى لو احنا رتبناهم. اي حد من الشاركس اللي كانوا موجودين وقتها احنا كنا شايفين ان هو هيقدر ان هو يساعدنا فيهم كلهم regardless مين هو. ليه؟ لان simply كل واحد فيهم عنده هيستوري تحفه ومرعب من الانجازات يعني، ومن البارتنرشيبس مع شركات تانية، اوريدي الاكسبيرينس بتاعتهم يعني ما شاء الله طبعا تحفه. فكنا شايفين ان هم يقدروا ان هم يساعدونا بقى يعني ببساطه، باي حاجه بسيطه عندهم هي هتقدر انها تساعدنا جدا في كل البارتيز اللي عندنا يعني. بس انتوا في البداية خالص انتوا اصلا كنتوا مفكرين او محددين عايزين حد معين وبتقولوا يا رب الاوفر يجي منه وناخده؟ definitely we had eyes على كذا شارك في الاول خالص، واللي هو كنا يعني، بس اللي هو لما كنا بنقول اللي هو يعني اللي هو احنا عايزين for example، كان عندنا ان احنا عايزين ايمن عباس واحمد طارق، ولكن مش عشان حاجه، بس عشان هما الاتنين already invested كتير قوي مع local brands especially when it comes to retail في الفترة اللي فاتت، فهم عندهم exposure already عن الاندستري وعن الماركت. فده كان بالنسبة لنا أكتر حاجة كانت مخلينا leaning towards them من الأول خالص. ولكن لما سمعنا الاوفرز والايدياز اللي طلعوها الشاركس ساعتها، لما محمد فاروق طلع الايديا ان احنا ممكن نعمل فيرتيكال انتجريشن ويبقى عندنا مصنع ونبقى بنساعد البراندز دي في البرودكشن بروسيس ونبريك البروبلم اللي في السبلاي تشين. طبعا دي كانت فكره تحفه الصراحه for a great partnership. منى عطايا presented a beautiful idea for local to be local Arab, not just local for Egypt, which was برضو beyond amazing. وهي she has extremely good connections abroad. she already has Mom's World، وMom's World واحد من أكبر الإي-كوميرسز في UAE. وطبعا عبد الله سلام ماركتنج وايز هو is one of the best if not the best at what he does. it was very very challenging الصراحة ان احنا نبيك اوت a favorite shark احنا عايزين نطلع معاه يعني. بس خلينا نقول بقى من ساعة الحلقة لدلوقتي، حاسس ايه الاختلاف اللي جد عليكم او الاضافة اللي انتوا فعلا حسيتوها قوي بعد ما بقى معاكم انفستر؟ اول حاجة الصراحة حسينا بيها هي ان طلعنا على فاشن فاكتور. فاشن فاكتور ده فاشن شو بيتعمل في دبي كل سيزون. فاحنا ما كناش، حتى احنا لسه في مرحله الديو ديليجنس، لسه ما خلصناش البيبر ورك او خلصنا اي حاجه، وهم ساعدونا اوريدي along the way وادونا الاوبورتونيتي ان احنا نطلع ونجمع معانا اكتر لوكال براندز ممكنه. ف... فدي كانت اول حاجه حسينا بيها الصراحه يعني. طيب على حوار ان احنا اوريدي عايزين نكسباند وعايزين كمان نجو جلوبالي، ايه اول مكان ممكن نلاقي فيه لوكال غير بقى ابطال مصر؟ يعني definitely مش هيبقى يعني قبل سنتين او 3 من دلوقتي، لان احنا لسه ما غطيناش مصر كلوكيشن. لسه في محافظات كتيرة قوي ممكن ان احنا نبنتريت فيها الماركت بتاعها، ومصر فيها بوتنشال حلو قوي الصراحة. ولسه برضه لحد ما المشكلة بتاعت سبلاي تشين نلاقي لها حل مبدئي، نقدر ان احنا نطلع بره واحنا مطمنين ان مشاكل زي دي مش هتأثر على الايمج بتاعتنا ولا بتاعت مصر ولا بتاعت اللوكال براندز اللي موجودة هنا. ساعتها confidently نقدر ان احنا ناخد اللوكال براندز دي معانا abroad. اول مكان احنا ممكن نروحه most probably ممكن يبقى السعودية الماركت فيها حلو جدا، و it's currently booming especially when it comes to their own local brands. مؤخرا ابتدوا يفتخروا بالسعودة، ودي حاجة جميلة برضو الصراحة. ادت opportunities لشباب كتير قوي هناك ان هم يطلعوا حاجة حلوة. maybe Saudi's next يعني. طيب خليني بقى نغير كده شوية واسألك سؤال تختار، الموضوع سهل وبسيط خالص. لو قلتلك عندك 3 حاجات عشان تقوم بيهم لوكال، انا عارفة ان ال3 مهمين وكل واحدة بيهم piece of the puzzle، هتختار ماركتينج ولا الفيجن تكون قوية ومدروسة صح،
والّا الشراكة ما بينكم أنتم ال4 عامةً؟ ده سؤال صعباني جدًا على فكرة، خلّي بالك بقى. هي أصعب إجابته يعني، بس هي الفكرة كلّها هاجيبها لِك ماشي. أنتِ لو عندِك vision صح، تمام، أو vision let's say ما فيهاش صح وغلط كده، كده يعني، لو عندِك vision معيّنة هتقدري إن أنتِ تalign عليها يعني الناس اللي هتبقى aligned معاكِ على نفس الvision دي وهتتفق معاكِ على نفس الvision دي بنسبة 90% هتبقى الناس الصح. فhence الpartnership hence الmarketing moving onwards يعني، فهي حاجة بتجيب حاجة، لو فكرتِ فيها بالمنطق ده يعني. لكن still ما فيش واحدة تفوز على التانية. لأ طبعًا، بس it all starts with the vision. It all starts يعني that's how local started يعني we all had one unified vision. إحنا شباب وكل الشباب اللي موجودة دلوقتي بتعمل حاجة حلوة، فخلّينا بقى نطلّع الشغل ده للنور it's our time من الآخر. تنصح عامةً الناس اللي لسه بتبدأ إيه أكتر حاجة مش عندكم لأ لازم تبقى عندكم قبل ما تقولوا يالّا بسم الله هنبدأ business؟ ما أعرفش دي ممكن تعتبر skill والّا لأ الصراحة، بس perseverance عامةً أو السعي، يعني أنت لو عايز حاجة اتأكد مبدئيًا إنك عايزها، أو لو حتى أنت مش متأكد أنت عايزها والّا لأ، بس اسعى لها، يعني لو سعيت لها بيبانها هتقفّل كده، كده هتقفّل، بس أنت how far are you willing to go، يعني أنت مستعد إن أنت تكمّل المشوار ده لآخره والّا لأ، يعني عادي إنك نَفَسك يتقطع في النُص، وعادي إنك تخسر، وعادي يعني local أول ما فتحت كwebsite إحنا كلّنا كنا بنخسر، واللي هو كلّنا بندفع من جيبنا من المرتبات اللي إحنا بناخدها اللي هي ما كانتش كتير برضه يعني، فاللي هو بس اللي هو كنا بنعدّي المرحلة عشان إحنا عايزين نوصل لحتّة معيّنة، والحمد لله قدرنا إن إحنا وصلنا لها، يعني هي كلّها في الآخر بتوفيق ربنا يعني. آخر حاجة بقى، لو هتوصف local في كلمة هتقول إيه؟ كل أسئلة صعبانية يا مرة. لو أقدر أوصفها في كلمة واحدة ممكن تبقى genuine، حقيقية، بنحاول نعمل حاجة حقيقية، في الmarketing اللي إحنا بنعمله بنحاول نعمل حاجة إحنا حابينها وإحنا شايفينها، حاجة بتمُت لينا إحنا كثقافة مصرية بصلة. إحنا كده وصلنا لآخر الepisode بتاعنا، بس إحنا بجد اتبسطنا أوي إن أنت كنت معانا، وأتمنى المرة الجاية عامةً يكون معاك باقي الfounders كلّهم عشان برضه نتعرف عليهم ونسمع منهم أكتر. شكرًا ليك يا مايكل. لا العفو، وإن شاء الله يبقوا معانا المرة اللي جاية، وthank you ليكوا الصراحة كانت experience لذيذة، وأسئلة الصراحة لذيذة، أتمنى إن أنا ما أكونش زهقتكم أنا بإجاباتي، ولكن شكرًا يعني for the experience. شكرًا ليك يا مايكل. كده حلقتنا النهارده تكون خلصت، استنونا في episodes تانية من business في حكاية.